يا صباح الفل عليكم من الدنيا. صباح الفل عليكم من بحيرة عين الصيرة على مساحة 265 ألف متر مربع أو 63 فدان. هو مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، من العشوائيات والقمامة في كل مكان، وبحيرة أهملت لسنوات. بحيرة علاجية كبريتية، بحيرة استشفائية بتشفي من أمراض كتير. اتحولت لمكان للمخلفات والصرف الصحي وكمان غسل الخيول والحيوانات. اتحول ليها مكان أثري سياحي علاجي استشفائي إلى مكان مهمل واستهتر بيه حتى الناس اللي كانوا ساكنين فيه. النهاردة المكان دب فيه الحياة، رجعت ليه روحه، وابتدى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة علشان ينقذ المكان الأثري السياحي العتيق ده، عشان ينقذ مصر القديمة والقاهرة التاريخية ويخليها بالجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. تم التعاقد مع معامل بجامعة عين شمس علشان ينظفوا البحيرة ويعقموها وتبقى البحيرة نظيفة كده فل شمعة منورة زي ما كانت من زمن بعيد. مشروع التطوير عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبعا تنظيف وتعقيم بحيرة عين الصيرة وممشى سياحي كبير جدا حوالين البحيرة، وممشى خاص بالعجل وممشى خاص للمشي، وعبارة كمان عن مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيتريات واسم شرطة وشرطة السياحة والآثار ومسرح مفتوح وكمان المتحف القومي للحضارة وأماكن لانتظار السيارات. ومش بس كده، كمان هيقام هنا عدد من الفنادق في المكان السياحي العالمي اللي أنا واقفة فيه حاليا. المكان هيكون فيه 13 نافورة بارتفاع 2.5 متر ورا المسرح، وكمان نافورة كبيرة بارتفاع 8 متر وحواليها 8 نافورات بارتفاع 2.5 متر، وشبكة ري متكاملة علشان تسقي الشجر والنخل في كل مكان. دلوقتي بيتم زراعة النجيلة في المكان، وكمان الإضاءات للنافورات وسيستم لايت كامل هيبين جمال المكان العتيق ده. أخيرا هنشوف جمال القاهرة التاريخية والوجه الحضاري للقاهرة التاريخية ومصر القديمة، من عشوائيات ومخلفات وحيوانات في كل مكان لمنطقة جذب سياحي عالمي. طيب العشوائيات اللي كانت مالية المكان هنا وكانت من العشوائيات الخطرة، أهلها راحوا فين؟ أهل المنطقة دي كلها حوالي من 5 ل 6000 أسرة راحوا وسكنوا في المشروعات اللي صورتها لكم قبل كده، زي المحروسة، الأسمرات، روضة السيدة وغيرهم من مشروعات تطوير العشوائيات. أماكن يستحقها أهالينا في كل مكان إنهم يعيشوا حياة آدمية تليق بيهم وتليق بأهل مصر. مش كده وبس، المشروع مش مجرد تطوير بحيرة عين الصيرة وبس، المشروع كمان بيهدف لربط موقع بحيرة عين الصيرة بكل المواقع التاريخية اللي حواليه، وده هيكون عن طريق طرق نقل حديثة غير المتعودين عليها، يعني مش عربياتنا الخاصة، ولكن هيكون عن طريق تلفريك، أتوبيس كهربائي بانورامي تقدر تشوف منه كل المواقع وانت بتتحرك، وكمان عن طريق العجل اللي خصصوا له ممشى خاص بيه. ايه بقى المواقع اللي هيتم ربطها بالموقع اللي انا واقفة فيه حاليا؟ اولا كده مسجد الحاكم بأمر الله، بيت السحيمي، مسجد السلحدار، مسجد الأقمر، مسجد سيف الدين برقوق، ومسجد ومدرسة السلطان محمد ابن قلاوون، وقصر الأمير بشتاك، وقصر الأمير طاز، وقبة وضريح الصالح نجم الدين أيوب، ومسجد الحسين وخان الخليلي، ومسجد كنسوة الغوري، ومسجد الأزهر، ومسجد الرفاعي، ومسجد السلطان حسن، وقلعة صلاح الدين، وبيت الكريتلية، ومسجد أحمد بن طولون، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، وكمان مجمع الأديان بمصر القديمة. كل المواقع التاريخية اللي قلت لكم عليها دي هيتم ربطها بموقع بحيرة عين الصيرة عن طريق طرق نقل حديثة جدا. زي ما انتم شايفين معايا الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية ومصر القديمة بدأ يظهر، بدأ يبان مكان فيه منتهى الجمال، موقع سياحي عالمي. وعظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة وبحر الكرم. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله لمكان جديد. واخر كلامي دايما اقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.